وفيه العبرة لمن يعتبر، ففي تهديد فرعون ووعيده وصبر موسى وجلده صورة رائعة للإخلاص في الدعوة، وصورة رائعة لجبروت الباطل وسلطانه. وفي ذلك يحكي القرآن الكريم تهديد فرعون إلى موسى عليه السلام، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. وهكذا نجد أن الصبر مفتاحا لكل مغلق وفرجا لكل دعوة صالحة. ولقد كان صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عونا له على ابتغاء المبتلين الذين كانوا يرمونه مرة بأنه ساحر، ومرة بأنه مجنون، وتارة أخرى يرمون ما أتى به بأنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليهم بكرة وأصيلا. وكان المعاندون يجمعون أمرهم على محاربته بكل سلاح وبكل وسيلة.